ليه امريكا بتحب اسرائيل قوي كده؟ ليه الدعم المرعب ده؟ سلاح وفلوس وحماية. خليك معايا، انا هقول لك الحكاية من اولها. الحكاية ابتدت من هنا. احنا دلوقتي في امريكا سنة 1630. الناس دي اسمهم الإيريتنز او المتطهرون. اول ناس جم امريكا. بس خد بالك، هم ما جوش عشان حياة احسن بس، هم هنا عشان سبب معين. كانوا مؤمنين ان ربنا اختارهم زي ما اختار بني اسرائيل بالظبط. الناس دي عملت حاجة غيرت التاريخ، دمجوا الدين المسيحي بالفكر الصهيوني. دول مؤمنين انهم بيبنوا اورشليم جديدة هنا في امريكا، كانوا مؤمنين ان اليهود لازم يرجعوا لفلسطين. الشرع عندهم ده جزء من النبوءة. الكلام ده فاضل يتقال ويتزرع في عقول الامريكان في الكنيس والمدارس لمدة 300 سنة. قبل ما اسرائيل تكون موجودة اصلا، كل حاجة كانت جاهزة من زمان. الراجل اللي هناك ده اسمه تيودور هرتزل، بيعمل أول مؤتمر عشان يطلب بدولة لليهود. بس المفاجأة إنجليز أمريكا كانوا بيطلبوا بنفس الفكرة دي قبله ب60 سنة. يعني أمريكا مش كانت محتاجة حد يقنعها، دي كانت جاهزة ومستنياها. الرئيس الأمريكي ويلسون جوه، ودخلوا واحد يزوره اسمه لويس براندايس، أقوى قاضي في أمريكا، صهيوني من القلب. Justice Brandeis is here to see you, Mr. President. Send him in. قالوا جملة واحدة بس: You could be the modern Cyrus. انت سايرس، الملك اللي في الكتاب المقدس اللي هيرجع اليهود لأرضهم. ربنا بيطلب منك ده. ويلسون اللي اتربى على أفكار المتطهرين من صغره ما قدرش يقول لأ. نروح بقى الوقت الحرب العالمية التانية. بصوا المكان ده، مدن اتهدت، ناس اتشردت. العالم حصل فيه أكبر جريمة في التاريخ وقتها. الحرب العالمية التانية خلصت، العالم كله شاف الصور، 6 مليون يهود. والتعاطف مع اليهود بقى في العالم كله. الناس اللي العالم بيتعاطف معاهم دلوقتي مش عارفين ان هم هيعملوا نفس اللي حصل معاهم واكتر بعدين. المهم، كان ده الوقت المناسب مع التعاطف ده. انشأ دولة لليهود 24/1948. البيت الأبيض، واشنطن، الرئيس الأمريكي جو والمستشارين واقفين قدامه. Mr. President, recognition could cost us the Arab world and its oil. قالوا له: يا فندم، لو اعترفت بإسرائيل هتخسر العرب والنفط والشرق الأوسط كله. بن سمع الكلام ده كله، وبعد 11 دقيقة بالظبط من إعلان قيام إسرائيل اعترف بيها، لدرجة إن وزير خارجيته عرف الخبر من الراديو زي الناس. Breaking news. The United States has officially recognized the new state. ليه؟ لأنه ترومان اتربى على نفس الفكرة الموروثة، وحلم إنه يكون سايرس التاني. نفس الحلم بعد 31 سنة. Shipment arrives Friday. Is the manifest secure? Not until we get sign off from upstairs. Keep it off the books for now. Understood. هنا بقى الحلم الديني اتحول لمصلحة عسكرية. العالم داخل الحرب الباردة، أمريكا من هنا وروسيا من هناك. روسيا سلحت مصر وسوريا. The Soviets are supporting Egypt and Syria. 42% Saudi is the gang car on the United States. My theory has a map on the phone. أمريكا كانت محتاجة حد قوي في المنطقة، حد مستحيل يروح لروسيا. وزير خارجية أمريكا الخاصة في جملة: Israel is our unsinkable aircraft carrier in the Middle East. مفيش غيرها إسرائيل حديث قوي في المنطقة، وكده كده العقيدة والمصلحة واحدة من زمان. عشان كده في حرب أكتوبر 73 لما إسرائيل بدأت تنهار، أمريكا عملت جسر قوي ضخم وعادت تسلح إسرائيل خلال الحرب. بس عمين برضه دشملناه. من ساعتها كتب القانون الغير مكتوب: إسرائيل ما تنهارش مهما كان. إن المخطط ده يفضل شغال محتاج حماية من جوه، والحماية دي مش سياسية بس. بصوا الناس دي، ده عندك 80 مليون مؤمنين إن دعم إسرائيل ده واجب ديني، مش رأي، ده فرض. اليهود في أمريكا دي 26% وبيصوتوا في الانتخابات ككتلة واحدة.
في واشنطن اللعبة بتتعمل بالفلوس في جماعة اسمها ايباك، تشتغل من 1954، واحدة من أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن. أي عضو كونجرس يفتح بقه ضد إسرائيل الصبح منافسه هيلاقي تمويل ضخم عشان يسقطه. ده بيتعمل فعلا، يعني السيستم محمي من جوه من كل الاتجاهات. 400 سنة والأمريكان اتربى إن اليهود لازم يرجعوا للأرض اللي هي مش بتاعتهم أصلا. الكل عارف مين أصحاب الأرض الحقيقيين بس محدش بيتكلم، وفلوس كتير بتحمي الموضوع من جوه لحد دلوقتي. الرؤساء صدقوا إن هما بيحققوا نبوة. حرب باردة خلت إسرائيل كنز عسكري، واللوبي معاه ملايين شغال من 55 بيحمي الموضوع من جوه. مش أمريكا اللي اختارت إسرائيل، أمريكا كانت مستنياها. عرفت بقى ليه أمريكا بتحب إسرائيل قوي كده؟